الجزائريين اللي انت اشتغلت معاهم كويسين؟ برضه ناس كويسين، ومع اني يعني ما طولتش معاهم قد كده، حوالي كان 3 شهور برضه وكده. بس برضه كان اهم حاجه ان هو برضه بقى فيه، ممكن الواحد يبقى فيه ضغط شويه في الشغل، بس هو بيجي اخر الشهر برضه ان هو يراضيك وما ياخدش عليك حاجه. دي حاجه لوحدها كفايه قوي، مش عليك اي فلوس. خلاصة القول، انا عاوز جملة واحدة فيها نجاح غربة بديها لكل اخواتك اللي عاوزين يتغربوا، بما انك 8 سنين في السعودية وهنا في فرنسا في عمر. فدلوقتي اديني نصيحة لأي حد مغترب. نصيحة اللي هي ضرورية جدا، أهم حاجة تعامل ضميرك في العمل ومع الشخص اللي أنت معاه. دي النصيحة. وعلاقتك بربنا. أنت علاقتك بربنا دي لا، ده حاجة تانية، دي عايزة لها شرح مطول. أهم حاجة الصلاة، وإن الواحد يبقى ملتزم وما يخشش في أي اتجاهات يمكن أنت عارفها بقى، اللي هي بيقولوا عليها يعني في اللفظ دي. حضرتك متابعني؟ لا مش قد كده صراحة. شفت لي اي فيديوهات قبل كده؟ طبعا. ايه رايك في فيديوهاتي؟ لا صراحة فيديوهات كويسة. يعني برضو بتوصل الناس لمعلومات غايبة عنها، وبرضو في بعض حقوق ناس بتبقى ضايعة حضرتك بتجيبها. يعني أنا متابعك مش سايبك يعني، بس مش قد كده صراحة. تنصحني بايه؟ حاجة بإيه؟ يا باشا أنت اللي تنصحنا، أنا اللي أنصحك. معلش انصحني نصيحة. حضرتك اكبر مني سنا، انصحني نصيحة. حبيبي يا أستاذ حليم، ربنا يبارك لك في عمرك، واكبر بخاطر الناس أهم حاجة. جبر الخواطر على الله. كله إن شاء الله جبر الخاطر على الله إن شاء الله. خير الناس انفعهم للناس. خير الناس أنفع من الناس بإذن الله. شكرا جدا لحضرتك. الله يبارك لك يا أستاذ حليم. حضرتك موافق على اذاعة هذا اللقاء؟ تحت أمرك وما فيش أي مشاكل إن شاء الله. اللقاء لو تم اذاعته لن يمسح يا نهائيا. باشا فرصة سعيدة إن أنا قابلت حضرتك وشفتك النهاردة،